ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد. هو انا بقى كتير قوي بجد غايبه عنكم، وان شاء الله هنزلك فيديوهات. بس هو انا صحيت الساعه 5، صليت الحمد لله وقلت ايه نبدا بقى اليوم. كنت ورايا مدرسه ورحتها يعني اتحمر بطاطس. بس انا هسيبها تتحمر كده مع نفسها. هعمل طبعا سندوتش، هو سندوتش غريب شويه بس انا قلت اجرب، بس كان طعمه تحفه. بس لو كان عندكم كاتشب بجد هيبقى تحفه قوي. بصوا انا سبت البطاطس تتحمر كويس جدا زي ما انتوا شايفين. جبت البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، جبت البطاطس وحطيتها. طبعا حطيت عليها اي توابل انتوا حابينها يعني. هو بقى كتير اوي غايب عنكم، بس ان شاء الله هنزلكوا فيديوهات زي ما انتوا شايفين. وجبت العيش تورتيلا ده، بجد ده تحفه، انا بحبه قوي قوي قوي. ده تورتيلا، عيش تورتيلا. انت بتجيبه من اي حد، ممكن ما تجيبوش برضك، ممكن يعني ده الاكبر حجم يعني، في صغير وكبير. ممكن تجيب عيش كريب، مش لازم عيش تورتيلا، بس ده اللي كان عندنا يعني فمتوفر فقلت عادي. ولو عندكم في نوع عيش بلدي، عيش شامي، بجد هيبقوا حلوين قوي، مش لازم حاجه معينه، متوقفوش قدام حاجه يعني. انا عملت لي 5 رغيف زي ما انتوا شايفين. طبعا هسخنهم. حطيت البطاطس كده زي ما انتوا شايفين، والعيش. طبعا عملت كذا سندوتش يعني، انا مش هاخد كله طبعا ال4 سندوتشات دي يعني. انا اخواتي الاتنين خدوا كل واحد خد واحد عشان يفطروا بيه الصبح. انا طبعا صحيت الفجر، صليت وقلت ايه ابدا اليوم معاكم يعني. بصوا يعني حاولوا ما تكتروش الحاجه يعني، انا ما بحبش الصوص ده كتير قوي او اوفر، فطعمه ممكن يعني ما تكتروش من الحاجه، مش كتر الحاجه اللي وطبعا البطاطس على فكره كانت كتيره قوي، بس يعني ايه مش لازم اغرقها بطاطس، فاهمه يعني. انا كنت عندي ستريبس وقلت هحطه جواه، بس لا، قلت هحطه جواه ايه، مش لازم احط فراخ يعني ستريبس، فاهمني يعني. انا كنت هحط بس ما حطيتش يعني، ما حبيتش ان انا حبيتها ان انا اجربها كده يعني. كنت طعمها حلو قوي، عامله زي البيتزا او الكريب، كان طعمه حلو قوي. ممكن تحطوا اي صوص، مش لازم حتى لو ما حطيتوش صوص، ممكن توميه تعملوها اي حاجه، فاهمين قصدي، مش حاجه معينه يعني. زي ما انتوا شايفين كده حطيت العيش، حطيت كده خليته يتحمص. بجد هو ما خدش مني وقت يعني. انا كنت اصلا خلصت سندوتشات وصليت الشروق وصليت الفجر وصليت السنه، عملت كل حاجه. عملت طبعا عملت سندوتشات واسمه ده وبجد كانت ولبست تحفه وحضرت جدا، الشنطه وكل ده. كان طعمها انا حلو. طبعا ما نزلت سبت النص عشان بس الدنيا على كانت فكره مظلمه احلى يعني. كنت انا كلها بحب سخنه انزل في شويه النور يعني، مش بحب، العيش ده هو خفيت منه الاحسن شويه، انت بس تنزلي على في فكره النور ما ما بانش تدخلوش في خالص. الضلمه يعني. الطاسه كانت يعني انا سخنه، كنت نازله حطيت 7 الا اخويا تلت كان او عامل واحد الا ليه ربع او قبله، ال10 كان فالطاسه الا كانت ربع سخنه بالظبط. فعملت يعني ايه، كنت عملت معايا نازله هنا بسرعه، الا فاهم ربع لغايه ما قصدي. نزلت من السنه كان الساعه ال10. فيعني عشان احنا مدرستنا اصلا بتبدا الطابور يبدا 7 الا ربع، فحبيت انزل يعني بدري شويه. زي انت شايفين حمصت بقى كل السندوتشات. بصوا طلعت طبعا السندوتش، هو طبعا على فكره ما خدش مني بجد 5 دقايق. والسندوتش هي بس البطاطس في الاول يعني تاخد منك وقت شويه يعني. انت حتى مش لازم تبيعيها يعني، انت تسيبيها تصلي تعملي عايزه تقعدي تذاكري شويه لغايه مثلا تخلص كده، فاهمين قصدي. سيبها براحتها، ما تلهموش بحاجه. طبعا ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات كتير ان شاء الله يعني. طبعا غسلت وشي بصوا ده اللانش بالعصير بوكس بتاعي، ورطبت وشي وكل حاجه. الرغيفين بتوعي كده بس دلوقتي انا قلت قصيته. اجهز انا معاكم بحط طبعا اتنين الشنطه. كده هي شنطه يعني تقيله جدا بجد، وكنت لسه مسافه كل الكتب. دلوقتي مكفاش، حطيت حطيت نص هنا ونص هنا وقفلت كده عليها. اللانش بوكس، حطيته والكتب طبعا والمقلمه وكل حاجه، كل حاجه اللي احنا بننزل المدرسه يعني وكده، والميه. طبعا بقى جيت من المدرسه نمت شويه طبعا، وبعدها جيت قعدت اذاكر كتير.
يعني انا كنت جايبه مثلا يعني 2 قرنبيط كبار قوي. هم مش كبار قوي، يعني هم كانوا وسط شويه، وحطيت طبعا معلقتين زي ما نشا، انتوا دي شايفين بتديها قعدت طعم اذاكر، حلو. قلت لماما بقى بص انا هعمل طبعا اكل النهارده. تعودوا ما تيجي تعملوا بصوا انا بعشق القرنبيط يعني بجد، مثلا تيجي تعملوا وكلنا بنحبه قوي 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 بجد. انا بعمله القرنبيط او بطريقه اي حاجه فيها بيض، كريسبي، يعني في اكسروا حاجه بيضه في كاكاو عملتها كوبايه النهارده كانت لوحديها، لو تحفه. لقيتوها مساليمه كويس. بصوا حطيت لقيت كوبايتين عشان ما ونص كنت دقيق، مثلا واحده بايظه حاسه طبعا الكميه والتانية يعني ايه تكفيكي يعني وبقى دي منها شويه تبوظ كمان. التانية، تبوظ الحاجه اللي يعني انت انت لو هتعمليها، مثلا عايزه فاهمين تعمليها قصدي؟ بالظبط، مش عايزه مثلا يعني تعملي تخلي كده او زي كده، انا عامله كوبايتين بالظبط، عشان ما حلوين. يعني ايه ما تبوظيش الحاجه اللي انت بتعمليها. يعني أنا قبل كده برضك حصلت معايا، حطيت دي كانت واحده بايظه، راح حطيتها على التانية فالاتنين باظوا. يعني كان اول واحده سليمه، التانية كانت بايظه. حطيت بقى كده على بعض، انتوا شايفين. حطي ميه طبعا على حسب، ما تزوديش ما تخليهاش خفيفه، عشان كده مش هتمسك في القرنبيط. يعني انت خليها تقيله شويه ومش مش خفيف، الاتنين كده، فاهمين قصدي؟ بس دلوقتي حطيت معلقه كوبايتين ميه، يعني كوبايه ونص يعتبر. كوبايه كده كوبايتين، وبنزل باخر كوبايه بالتدريج زي ما انتوا شايفين. المفروض بقى كنت احط التوابل وكل ده، كل اللي هو الحاجات الناشفه، اللي هو نشف مع بعضه كلها، الدقيق والتوابل والنشا كله مع بعض، بعدين احط البيض والميه، فاهمين قصدي؟ بس انا ايه يعني ما تيجي تعملوها يكون احسن ليكوا ده. زي ما انتوا شايفين كده، قعدت طبعا اقلبها كويس حلوين، يعني اقعدوا تقلبوا كتير قوي قوي قوي، ما تلاقوش كلاكيع كده، فاهمين قصدي؟ زي ما انتوا شايفين كده. بجد انا بحب القرنبيط جدا، واللي بيحب القرنبيط يقولي في الكومنتات. متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب عشان الفيديو يكبر بيكم. طبعا تقعدوا تقلبوها كتير بقى. بصوا هو انا حطيت قدامكم كوبايه ونص دقيق، بس انا لما خلصت حطيت نص كوبايه كمان. يعني لما لقيت خلاص كده القرنبيط، يعني الحاجات بتخلص والقرنبيط، فقلت لا لازم ازود قرنبيط شويه. حط يعني كميه العجينه شويه، حطيت كمون، نص معلقه كمون. يعني على فكره انا بحب الكمون جدا، وفلفل شويه، فلفل صغيرين، وكركم، وقلبيهم بقى. يعني الكركم يعني حاولي يعني تتمسفر، زودي كركم شويه زي ما انتوا شايفين كده. قعدت اقلبه. بص بقى الكزبره دي لازم كزبره، مينفعش شبت بقدونس اي حاجه، هي لازم كزبره. يعني دي عشان بتدي طعم حلو قوي في القرنبيط. قطعها صغنن، اصغر حاجه عندك، عارفين لو عملتوها في الكبه هتكون حلوه، بس ما تخليهاش نعمل هي بتنزل ميه، فاهمين قصدي؟ عشان لو ضربتها في الكبه هتنزلها ميه ومش تبقى حلوه يعني. قطعوها صغنن خالص كده زي ما انتوا شايفين. قطعتها صغير وحطيت، وقلت عايزين تاني حطيت. بص بقى التركايه الجديده اللي انا بحط عليه، جبت دقيق وحطيت عليه بقسماط وحطيت شويه، قلت اجرب كده كمان قرنبيطايه، لو لقيتها حلوه اعمل كله. بس بجد طعمه تحفه، فيجيتار كده، عملت اكنه زي الستريبس بالظبط، بجد طعمه في حته تانية خالص. بص بقى انا لما كنت بعمل كده، بصوا في شويه عجينه بتقع في الدقيق، فطبعا هيكلكعوا، فالدقيق ده في الاخر هيترمي. فانا قلت لا هجيب مصفى زي صينيه كده، بعمل قرنبيط كده وبحطه في الصينيه. اول ما بحطه في الصينيه هو بينزل الحاجه، يعني بينزل العجينه الكتير في الصينيه، وينزلها تاني في العجينه، فبتبقى يعني عشان ما تبقاش بوظلك البيت الدقيق، فاهمين قصدي؟ زي ما انتوا شايفين كده كنت بحمره. طبعا انا عملت كميه حلوين كلهم كلوا. طبعا انا بحب يعني اكل كده في الاخر باستمتاع خالص. زي ما انتوا شايفين كده حطيت بقى تتحمر.
يعني على فكرة القرنبيط مخدش مني زيت، يعني الطاسة دي وكان فيها زيت بجد، كان تحفة قوي. ان شاء الله هيعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. زي ما انتم شايفين كده سبت بقى يتحمر مع نفسه شويه. يعني بصوا ما تعليش النار، عشان طبعا انا لما عملته كان مش مستوي قوي، فالنار كانت عالية عليه، يعني فاهمين، خليه يستوي براحته. بقى عملت السلطه، بس انا صراحه ما جاتش معاكم، وحطيت القرنبيط كده زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه سلطه. بجد كان احلى سندوتش. عملتني سندوتش بجد كان تحفه. ومع السلامه في رعايه الله. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.